بطولة مهمة جدا لينا والماتش صعب علينا طبعا. بدأنا وحش جدا الماتش، مش يعني حتى لو بدأنا بهدف بس يعني ما كانش الأداء اللي احنا متوقعينه في الشوط الأول، فكان طبيعي جدا ان احنا نستقبل هدف، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نسترجع قوانا الشوط الثاني ونسترجع المباراة تكون في صالحنا حتى لو ما قدرناش نسجل، بس يعني كنا متحكمين في المباراة لحد ما. كابتن، بعد الكلاسيكو المجهود الكبير اللي قدمه نادي الاتحاد ظهر اليوم، خلينا نقول شويه في مباراه اليوم. اكيد طبعا. ثلاث ايام بين الماتشين، طبعا مجهود كبير الماتش اللي فات، ولكن الحمد لله احنا مستعدين كويس جدا من قبل الموسم ما يبدا، وفي خلال التوقف اللي فات بتاع كاس العالم احنا اشتغلنا كويس جدا بدنيا. الحمد لله اللعيبه كلها واقفه على رجليها كويس، واقفين مركزين جدا. طبعا مباريات الكاس اكيد ليها حسابات خاصه، واكيد الفيحاء عملوا ماتش كبير في ارضهم، لكن احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتش بخبرتنا وبشخصيتنا. طبعا جيت من بعد كلاسيكو لمباراه 120 دقيقه امامك مباراه اخرى، كيف حتكون العمليه؟ ما بقول لك يعني الحمد لله احنا مستعدين كويس جدا، عندنا كل العناصر جاهزه، مستعدين بدنيا وذهنيا ان شاء الله المباريات. يمكن النهارده كان بدايه الماتش زي ما قلت لك ذهنيا ما كانتش احسن حاجه، لكن ان شاء الله نقدر نعوضها المباريات الجايه يعني، ويبقى من بدايه الماتش في تركيزنا. شكرا لك واسف على التاخير يا كابتن.